بصوا شايفين البشاميل كريمي معايا ازاي؟ يا جماله، بشاميل كريمي خالص. ازيكم يا اهل اليوتيوب؟ يا رب تكونوا بخير. هبقى اعمل لكم النهارده مكرونه نجرسكو باسرار وتكات المطاعم. هخلي عيالكم يقولوا لكم الله الله اعملوها لنا كل يوم، على سر مطه البشاميل وازاي بعملها كريمي هتبقى تحفه. قبل ما نبدا ما تنسوش تدعموني باللايك. يلا نبدا. بصوا يا جماعه، انا هنا حاطه في الطاسه دي بصله مقطعاها شرايح، حطها على النار تتحمر. وانا هنا حطيت السمنه على الدقيق، وحمر السمنه مع الدقيق عشان نعمل صوص البشاميل. بعد ما حمرت السمنه مع الدقيق عشان اعمل صوص البشاميل، هنزل عليه كوبايه اللبن وايدي فيه علشان خاطر ما يكلكعش معايا. الناحيه التانية هنا انا حاطه البصله تتحمر. تمام يا جماعه، بعد الدقيق ما اتحمر وحطيت عليه كوبايه اللبن، حطيت شويه ميه، هنحط مكعب مرقه. هدي النار، كل ده على نار هاديه يا جماعه، كل ده كده على نار هاديه. هحط شويه فلفل اسمر، ما تبطليش تقليب، يعني انا بحب الفلفل الاسمر زياده شويه، فالفلفل الاسمر ده حسب ما انتي تحبي. شايفين البشاميل القمر؟ على كل ده على نار هاديه، وقلبي كويس قوي علشان خاطر البشاميل ما يكلكعش معاكي. هنزل عليه بجبنه موتزاريلا. تمام، قلب بقى، خلي الجبنه الموتزاريلا تسيح. الجبنه الموتزاريلا دي هتخلي البشاميل كريمي. هوريكم الجمال بقى. شايفين بقى المطه الجميله بتاعت البشاميل؟ بصوا هنا بعد ما شوحت البصله هنزل عليها بالفراخ. بصوا هنزل بالفراخ على البصل. سامعين الفش دي؟ نزلت بالبصل على الفراخ. الفراخ يا جماعه انا متبلاها ملح وفلفل وبهارات، وحاطه عليها حبه لبن عشان تبقى طريه وجوسي. احمر بقى الفراخ في البصله زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، انا بقعد اقلب الفراخ مع البصله تمام لحد ما الفراخ تاخد لون احمر. انا عايزه الفراخ تاخد لون محمر، لان ده بيديها طعم حلو قوي في الاكل. يا بصوا انا عايزه الفراخ توصل للون ده كده. تمام، شايفين؟ هم بعد الفراخ ما خدوا ودت مع البصله وقعدوا يتكلموا مع بعض كده واتفقوا ان هم يطلعوا لنا طعم حلو، هننزل بالثوم، هننزل بتوميه. تمام، توميه مفرومه، توميه صغيره مش كتير، ونديها تقليبه. تمام، بعد كده هنزل بالفلفل الوان، فلفل رومي اللي عندك. انا ما عنديش فلفل الوان فقطعت فلفل رومي، رحت نازله عليه على الفراخ. شايفين الكلام الحلو الجميل ده بقى؟ قلبوا في بعض. لو حابه الزيتون حطي زيتون، ما يدورش، هيبقى طعمه حلو جدا لو حابه زيتون. بس انا عندي في البيت هنا مش بيحبوا الزيتون مع الاكله دي، لكن انت لو عندك زيتون وحابه تحطيه هيبقى طعمه حلو جدا. شايفين الجمال؟ شايفين يا جمال ويا حركاته يا تكاته؟ طبعا العرق مبهدلني، وقفه المطبخ خلتني سرحت. يلا بقى اقول لكم نعمل ايه الخطوه الجايه. طبعا وانت واقفه بتحمري الفراخ والبصله لازم 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 نعمل كده. لجماله حبه بشاميل يا حلاوته. بصوا شايفين البشاميل كريمي معايا ازاي؟ يا جماله، بشاميل كريمي خالص.
بصوا يا جماعه، اجيب البشاميل واحط طبقه كده في قعر الصينيه. تمام كده اهو، ماشي. وهنزل بالمكرونه. نزلت بالمكرونه، واحط بقى ايه الصوص البشاميل بتاعنا الجميل. غرق 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 يا جماله، يا تكاته، يا حركاته. غرق بقى كده. نشبع المكرونه بالصوص البشاميل ونقلبها في بعض. غرقت المكرونه بالبشاميل، هنقلبها بقى في بعضها كده كويس قوي. تمام. نشرب المكرونه من صوص البشاميل، نشربها كويس قوي من صوص البشاميل. وهننزل بالفراخ، فراخ بالبصل بالفلفل اللي احنا حمرناها، هننزل عليها ونكمل تغريق صوص بشاميل. سيب بس حبه صغننه عشان عايزه حبه صغيره للوش. نسيت الوش. هنقلب كده اهو المكرونه مع الفراخ مع البشاميل كده اهو. يا جماله يا حركاته يا تكاته. بعد ما قلبنا المكرونه وبقت تحفه كده، نغرق الوش بصوص البشاميل. شايفين الجمال؟ تحفه. التكه الاخيره عزيزه على قلبي وعزيزه على قلبكم كلكم، الموتزاريلا. غرقها لي موتزاريلا. بصوا هعومها في الموتزاريلا. مشيت يا موتزاريلا، الموتزاريلا موتزاريلا. طب يا جماعه بصوا، بعد ما احنا غرقناها موتزاريلا كده، هدخلها الفرن على درجه حراره 120 لمده 5 دقايق. وبعد كده هولع الشوايه على نار هاديه علشان الجبنه تسيح وتاخد وش احمر. او ممكن ادخلها في الشوايه على طول على نار هاديه عشان الجبنه تسيح وما تتحرقش. انا بس عايزه ايه، المكرونه مستويه وكل حاجه والفراخ مستويه، انا عايزه بس الجبنه تسيح وتحمر. اجمل صينيه نجرسكو. تسلم ايديك يا داليا. كل ده ولسه ما عملتوش لايك؟ يلا بسرعه 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 حطوا لايك. تعالوا بقى ندوق الجمال والعظمه دي. تعالوا بقى ندوق العظمه دي. شايفين المطه؟ شايفين الجمال؟ شايفه رايحه فين؟ واو، لا تسلم ايدك بقى. ايه رايك؟ ايه رايك؟ لا تسلم ايدك. تسلم ايدك. بصوا بقى، غرقانه بصوص البشاميل وطالعه بالفراخ. واو. كلمي كيتش يا بنتي، روحي لعيالك. تقولي للناس ايه يا جوجو؟ ما تنسوش تحطوا لايك. باي باي.